من اهم اساسيات الحصول على جوده عاليه في فيديوهاتك هي الادوات اللي بتستخدمها وكمان اعدادات ابلكيشن التصوير. عشان كده في فيديو النهارده هعرفك الادوات اللي بستخدمها وكمان اعدادات ابلكيشن التصوير بتاعي. فيلا بينا. انا عمر شاهين، دي سلسله اليوتيوب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه الاخبار يا جماعه؟ قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تصلي على سيدنا محمد وتجيب المشروب اللذيذ بتاعك وتركز لكل كلمه هنقولها. خليني في الجزء ده من الفيديو اعرفك الادوات اللي بستخدمها. الادوات اللي بستخدمها تنقسم لنوعين اساسيين، ادوات بتساعدني في التصوير وادوات بتساعدني في الصوت. الادوات اللي بتساعدني في التصوير هم حاجتين، الاضاءه والترايبود اللي بثبت عليه الموبايل بتاعي. اما الادوات اللي بتساعدني في الصوت وهي المايكات وتعديل الصوت، وده اتكلمنا عنه في فيديوهات قبل كده. انصحك لو ما شفتهاش تروح تشوفها واسيب لك الروابط تحت الفيديو. وكمان في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الاضاءه وازاي تسخرها لنوعيه الفيديوهات بتاعتك. وبرده لو ما شفتوش هحسبه لك في وصف الفيديو وهيظهر لك في الاي اللي فوق دي او دي، مش عارف يعني، يا دي يا دي على حسب مزاج اليوتيوب. اول حاجه هنتكلم عنها وهي الترايبود. الترايبود مهم جدا في ثبات الصوره بتاعه الفيديو بتاعك، وكمان بيظهر الفيديو بشكل احترافي، على عكس لو حد مسك الموبايل وبدا ايده تتهز هيخلي الفيديو مش احترافي خالص وهيكون شكله مش احسن حاجه. من الناحيه دي عندك اختيارات كتيره جدا. اول حاجه بدات بيها هو الستاند الصغير ده، وده تكلفته تقريبا حوالي 25 جنيه في وقت تصوير الفيديو، وده كنت بضطر احطه على حاجه عاليه زي كوت او اي حاجه بس اعليه بيها عشان يكون في مستوى النظر بتاعي. وطبعا كنت بستخدم معاه الكاميرا الاماميه، ولكن بعد كده استخدمت الكاميرا الخلفيه وعملت اختراع لذيذ كده ببرنامج اني ديسك عشان اقدر اشوف صورتي بيها واتحكم فيه من خلال اللابتوب، وده ان شاء الله هنبقى نتكلم عنه في فيديو بعد كده. تاني حاجه جبتها كان الترايبود اللي قدامك ده، وده انا الحقيقه مش عارف ماركته ايه، هو كان جاي في كيسه سمراء كده وما كانش احسن حاجه. الترايبود اللي قدامك ده ماركته مش احسن حاجه والخامات بتاعته مش احسن حاجه، وكمان مش عملي جدا لانه خفيف وانت شايل عليه الموبايل بتاعك فممكن يقع بيه باي وقت، وكمان طوله ما كانش طويل جدا، هو اخره حوالي 60 سم، وبالتالي ما بنصحش بيه اي حد الا لو انت تحت ال 100 جنيه. فالترايبود ده تقريبا ب 60 جنيه. اخر ترايبود بقى اللي بستخدمه في الوقت الحالي هو ترايبود WF 3560، وده ممكن نبقى نعمل عنه ريفيو بشكل كامل بعد كده في فيديو جاي ان شاء الله. لو حبيتوا سيبوا لي في الكومنتات تحت. الترايبود خامته ممتازه جدا ومحمل جدا، تقدر تحط عليه كاميرات تقريبا لحد 3 كيلو جرام. الحقيقه انا مش عارف سعر الترايبود في الوقت الحالي، بس انا كنت شاريه ب 200 جنيه، وهحاول اشوف لك لينكات ليه واسيبه لك في وصف الفيديو. نيجي بقى دلوقتي للجزء المهم وهو الاعدادات بتاعه الابلكيشن بتاعي. بس قبل ما نخش في الجزء الثاني ما تنساش تنزل تعمل لايك للفيديو وتعمل له شير، وكمان تعمل سبسكرايب في القناه عشان تكون معانا في الفيديوهات اللي جايه اول باول. نيجي بقى للمهم. قبل ما ندخل في الاعدادات لازم يكون في بعض المفاهيم اللي انت تكون عارفها، مش بس عارفها، لازم تكون كمان فاهمها، لان دي الادوات اللي هتمكنك تطلع باحسن جوده في اي ظرف كان. الحاجات دي هم 8 مصطلحات، وهم الريزوليوشن، الشاتر سبيد، الفريم ريت، الايزو، والفوكس، والابريتشر، والوايت بالانس، والبيت ريت. الثمان مصطلحات دول هشرحهم لك دلوقتي بالتفصيل عشان بعد كده نروح نطبق على الابلكيشن بتاعنا. زي ما بقول لك لازم تكون فاهم كل واحد معناه ايه وبيأثر في ايه في الفيديو بتاعك. عشان تفهم الثمانيه دول لازم اقسمهم لك لثلاث جروبات. الجروب الاولاني خاص بالاضاءه. اول حاجه لازم تفهمها هي الابريتشر او فتحه العدسه. هنفترض مثلا يعني عشان بس اعرف اشرح لك الموضوع ده، ان الكاميرا بتاعتنا فتحه العدسه بتاعتها 1 سم، فانت تقدر تتحكم في العدسه بتاعتك من 0 ل 1 سم، وليكن مثلا انت هتخليها على نص، بالتالي بتقدر تعمل فوكس على حاجه معينه بس كميه الضوء اللي داخله بتكون قليله. فانت لو خليتها على نص زي ما قلنا كده بالتالي بتاخد زاويه اعرض، بس زي ما قلنا كميه الضوء بتاعتك بتكون حوالي النص، وبالتالي بيأثر على الاضاءه بتاعت الصوره. دي مش هتهمنا في الوقت الحالي لان انا وانت وجميع مستخدمين الموبايلات ما عندهمش الامكانيه دي، هي فتحه العدسه في الموبايل ثابته وما بتتغيرش، فعشان كده مش هستفيد قوي في شرح الحته دي دلوقتي، بس انت فهمت الاساس بتاعها ايه. تاني حاجه هي الشاتر سبيد، وعشان تفهم الشاتر سبيد لازم تشوف الصورتين اللي قدامنا دول. بعد ما شفت الصورتين تعالى بقى افهمك الصوره دي فيها ايه والصوره دي فيها ايه. يعني ايه الاول شاتر سبيد؟ العدسه بتاعتنا وراها حاجه اسمها غالق زي الستاره كده بينزل وبيفتح. الشاتر سبيد بقى هو الوقت اللي بياخده الستاره دي عشان تفضل مفتوحه، وبالتالي لو فضلت مفتوحه بشكل اكبر كميه الضوء اللي هتدخل هتبقى اكبر والصوره هتبقى اوضح، ولكن وضعيه الجسم هتكون اتغيرت زي الصوره اللي انت شايفها دي. اما لو شاتر سبيد كانت قليله هتقدر تدخل كميه ضوء اقل، وبالتالي الاضاءه في الصوره هتقل، ولكن هتاخد التفاصيل زي ما انت شايفها في الصوره الثانيه كده. قبل ما اشرح لك العضو الثالث خليني اقول لك ان الثلاث اعضاء اللي انا بتكلم عليهم دول هم الشاتر سبيد والايزو والابريتشر، دول حاجه اسمها مثلث التعريض، والثلاثه بيأثروا على بعض. عشان تفهم خليني اكمل لك الايزو بعدين اقول لك بيأثروا على بعض ازاي. الايزو هو الاناره في الصوره بشكل عام، كل ما عليت الايزو كل ما الاناره في الصوره زادت. شايفك يا تحمست وجريت عشان تزود الايزو، استنى بس استهدى بالله واتقل تاخد حاجه نضيفه. لو زودت الايزو بتاعك كميه النويز او النغبشه اللي في الصوره هتزيد، وبالتالي هتبقى مش مقبوله. فالاحسن ان انت تقلل الايزو وتظبط الشاتر سبيد بتاعتك، ده بافتراض ان العدسه خلاص ثابته، وتستعين باضاءه خارجيه تظبط لك الاناره في المكان. وده اللي هنحاول نظبطه مع بعض واحنا بنلعب في القيم. مفيش حاجه ليها ستاندرد، انا مش هقدر اقول لك
اعمل رقم معين او انا شفت رقم معين وخلاص. احنا كل ده واحنا حسب ظروف الاضاءه الموجوده في المكان هنحاول نظبط الاعدادات بتاعتنا على كده. وبالتالي الثلاثه بيأثروا عن بعض. لو انت خليت سرعه الغالق سريعه بالتالي كميه ضوء اقل، بالتالي هتحتاج يا توسع العدسه بتاعتك، ودي خلاص في الموبايلات احنا قلنا ما فيهاش كلام، يا تعلي الايزو شويه يا تستعين باضاءه خارجيه اعلى. المجموعه الثانيه اللي هنتكلم عليها وهي مجموعه الجوده، وبتتضمن التالي: الريزوليوشن، الفريم ريت، البيت ريت. الريزوليوشن هي دقه الفيديو بشكل عام، وعشان ما ادخلكش في تفاصيل وبكسلات والكلام ده كله، فاحسن جوده تشتغل بيها على اليوتيوب هي الفول اتش دي اللي هي 1080 في 1920. طب ليه مش الاعلى وليه مش الاقل؟ انا عايزك تعرف ان في حاجتين: في جودات الاتش دي اللي هي الهاي ديفينيشن، وفي الجودات السمول ديفينيشن او الاس دي. الاس دي هي الجودات القليله جدا اللي اقل من 720 زي 480 و360 واللي اقل من كده، ودي جودات ما بنصحش بيها. اما الجودات الكويسه والاتش دي بتبدا من 720 وانت طالع 1080 2K 4K و8K دلوقتي. طب ليه انا اخترت ال 1080؟ لان لا اقل من كده ما بنصحش بيه في ظل المنافسه الموجوده دلوقتي. اما الاعلى من كده ده بيجي على حساب الحجم وكمان على حساب المونتاج بتاعك، لان اجهزه المونتاج بتاعتنا مش هتسمح بده، وهتلاقيها بتهنج وبتطلع منك في نص المونتاج. عشان كده انسب حل ان انت تصور على فول اتش دي، ومتهيألي كل الكاميرات بتاعت الموبايلات دلوقتي فيها فول اتش دي، ما كانش فيها اكتر من كده كمان، ولكن احنا هنكتفي بالفول اتش دي عشان الحاجات اللي احنا قلناها سابقا. تاني حاجه بتاثر في الجوده هو الاف بي اس او الفريم ريت اللي هي الفريم بير سكند. يعني بالبلدي كده، سيبك بقى من المصطلحات الانجليزي دي. الفيديو هو عباره عن صور ورا بعض. الفيديو بينقسم لحاجتين: صوت وصوره. الصوره هي عباره عن صور ورا بعض متاخده بشكل سريع جدا، فلو معدل الصور كان كبير هتلاحظ ان الفيديو سموز وناعم كده، وان انت خلاص مش ملاحظ ان في اي تقطيع ولا اي حاجه. ولو كانت الصور دي قليله مثلا 12 صوره في الثانيه هتبدا تلاحظ تقطيع في الفيديو بتاعك، زي الفيديوهات اللي انت بتشوفها على الفيسبوك لكاميرات متسجله بتحس ان فيها تقطيع كده، لان عدد الفريمات بتاعتها بيكون قليل زي الفيديو اللي انت شايفه ده كده. طيب انا بستفيد بايه بالعدد الفريمات الكبير؟ بستفيد زي ما قلنا في نعومه الفيديو، وتاني حاجه في سلو موشن فيديو. لو انا عايز اعمل سلو موشن، انا دلوقتي مصور 60 فريم في الثانيه، فعندي 60 صوره في الثانيه. لو خليت الفيديو ده يجي على دقيقتين فبالتالي بقى عندي 30 صوره في الثانيه الواحده. طيب لو خليته يجي على 4 دقائق بالتالي هقسم عدد الفريمات على 4 وبالتالي هيكون عندي 15 فريم في الثانيه الواحده. فكل ما عديت عدد الفريمات كل ما كان السموزنس عندك عالي وتقدر تعمل سلو موشن زي ما انت عايز والتفاصيل كلها هتبان. بس خلي بالك ده طبعا بيجي على حساب الحجم، فكل ما عليت الفريم ريت بتاعك كل ما علي حجم الفيديو. طيب يا عم عمر ايه الافضل لينا ان انا اصور بيه؟ الافضل ليك لو انت هتصور اليوتيوب 30 فريم، ولو اشتغلت على 24 ما يضرش، بس خلينا في الحاله الافرج وهي 30 فريم هيكون مناسب ليك جدا. نيجي للعنصر الثالث وهو البيت ريت او معدل نقل البيانات من نقطه للثانيه. كل ما عليت البيت ريت كل ما الجوده بتاعت الفيديو بقت احسن، ولكن برضو ده بيجي على حساب الحجم. وخلي بالك البيت ريت ده في الفيديو وفي الصوت كمان، فكل ما عليت البيت ريت كل ما الجوده بتاعت الفيديو والصوت اتحسنت، ولكن زي ما قلنا على حساب الحجم بتاعك. والبيت ريت بيقاس بالميجا بايت بير سكند. كده انا شرحت لك 6 مصطلحات من المصطلحات اللي فاتت على مجموعتين. المجموعه الثالثه بقى وهي التفنيش اللي هي الاخراج بقى الاخير، اللمسه الفنيه، وهي حاجتين: الوايت بالانس وده توازن اللون الابيض في الصوره. طبعا لما بتصور في اضاءات مختلفه بتلاحظ ان الموبايل ما بيطلعش اللون الابيض كلون ابيض صافي او كاللون الابيض اللي احنا عارفينه، وبالتالي بيجي هنا دور الوايت بالانس ان انا بعمل توازن اللون الابيض، وده في منه انواع هنشوفها لما نيجي بعد كده للابلكيشن بتاعي. اخر حاجه وهي الفوكس، وان انا بعمل فوكس او تركيز على العنصر اللي بيصور. يعني لو انا جيت لغيت الفوكس من عليا او عملت بلور هتلاقي ان الفيديو كأن جودته قليله، وبالعكس الفيديو مش جودته قليله لكن انت اللي ما ظبطتش الفوكس، وده برضه هنتعلم نعمله على الابلكيشن. اول حاجه هنعملها ان احنا نروح نفتح الابلكيشن بتاعنا اللي هو 4K برو كاميرا، فهيفتح معاك بالمنظر ده. وانا اخترت الابلكيشن ده لانه سهل وبسيط وكمان فيه خاصيات احترافيه كتير جدا. اول حاجه من الاعدادات هنروح نظبطها وهي الريزوليوشن بتاعنا، فمن القائمه اللي هنا دي كده وهتروح ضاغط عليها فهيفتح لك الاعدادات بتاعه الفيديو. فهتلاحظ ان الاسبكت ريشيو فوق عندك 16:9 ده اللي بنصور بيه، وفي اسبكت ريشيو تاني لو انت عايز تعمل فيديوهات لمنصات تانية. اما الريزوليوشن زي ما احنا قلنا نختار ال 1080 بي لان ده الدقه الفول اتش دي، في اقل منه 720 وفي الاعلى منه 2K وال 4K ومش هنروح لهم زي ما احنا قلنا. تاني حاجه نتكلم عليها الفريم ريت الاف بي اس اللي اتكلمنا عليه في قبل كده في الفيديو، وده هنخليه زي ما قلنا 30، الا لو انت هتصور سلو موشن خليه 60 او على حسب الموبايل بتاعك بيدعم ايه. لازم تكون عارف امكانيات الموبايل بتاعك وبيصور على ايه، وتقدر تكتب اسم الموبايل بتاعك على جوجل ويجيب لك الامكانيات بتاعته وتعرف امكانياته ايه. بعد كده البيت ريت، وزي ما قلنا كل ما بنعلي البيت ريت كل ما بيجي على حساب الحجم، فممكن تسيبه ديفولت او تحط يعني على حسب الحجم اللي عندك تحط بيت ريت انت بنفسك. بعد كده الفيديو فورمات وهو MP4H 264 وده الكودكت اللي نتعامل معاه في البريمير او اي برنامج مونتاج، هو ده الكودكت المفضل يعني، وبيدي سموزنج كده والفيديو بيكون ناعم وكويس. تاني حاجه نروح نظبطها وهي اعدادات الصوت، ودي ظبطناها قبل كده مع بعض في الفيديو بتاع الصوت اللي لو ما شفتوش انصحك تروح تشوف. تالت حاجه معاك وهي الميديا بتاعتك، لما بتصور حاجه هنا كده بتظهر لك في الميديا بتاعك من هنا. بعد كده الاعدادات الاخيره بقى بتاعتك، زي لو انت
عايز تشوف الهيستوجرام، لو انت عايز تراقب الار جي بي بتاعك او الاناره بتاعتك، فلو عملت له كده ورجعنا مثلا هنلاقيه عمل لك هيستوجرام بالمنظر ده لما تيجي تبدا تصوير، او اللي هو تحت ده كده زي ما انتم شايفينه اللي هو هنا ده كده، فعمل لك الهيستوجرام بتاعك بتاع الاناره بتاعتك. لو زاد عن الحد بتبقى عارف. طبعا لو انت عملت ار جي بي كلر برده هيخلوا لك ار جي بي كلر، هيظهر برده على الناحيه اللي تحت زي ما انت شايف كده ار جي بي اللي هي الالوان بتاعتك الريد والجرين والبلو. بس انا ما بحبش اظهره، انا كده كده هراقب واعمل كلر كوريكشن زي ما اتفقنا في برنامج المونتاج. سيبك بقى من كل ده، اهم حاجه دلوقتي شو جريد وتخليها 3 في 3 عشان تقدر توازن الصوره بتاعتك وانت بتصور. وبعد كده لو عايز تفعل الخيار بتاع الفيس ديتكشن، لكن انا لسه ما جربتوش الحقيقه، ممكن تفعله من هنا عشان يتعرف على الوجوه بتاعتك. لو مش عايز خلاص المانوال مود لازم تكون مفعله، هو ده بقى اهم حاجه. عشان كده اتاكد دايما ان المانوال مود ده تكون مفعله، لان ده الوضع الاحترافي. بعد كده هننزل للفيديو استابلايزيشن. لو انت بتصور بقى بايدك كده بس هو كاتب لك جنبه بيتا، بيتا دي يعني لسه في مرحله التجريب، ممكن يعني زي ما انت شايف كده يعملوا لك كاميرا ايرور، فبيقول لك سويتش اوف لو بيسبب اي ايرور للكاميرا بتاعتك، عشان كده ما تعملوش. كيب ديسبلاي اون عشان مش وانت بتصور يروح جاي قافل الفيديو بتاعك او قافل الموبايل بتاعك على الفيديو. الشاتر ساوند اللي هو صوت التكه بتاعت الفيديو او التكه بتاعت الصوره لو انت بتصور. بعد كده فورس ماكس برايتنس وين كاميرا ستارت دي ما تختارهاش، لانه لما بتختارها بيعلي لك الاضاءه بشكل عام، وده بيجي على حساب النويز زي ما احنا اتكلمنا. نيجي بقى نشوف الاعدادات بتاعتنا هنظبطها ازاي. انتوا شايفين عندنا تحت الاعدادات بتاعتنا الاي في، ودي الاضاءه بشكل عام في الصوره، فكل ما تختلف كده شايف الاضاءه بتقل، وكل ما بطلع الاضاءه بتضرب، بس زي ما انت شايف على حساب التفاصيل بتاعتنا. فانت ظبطها زي ما قلنا، خليها 0 وحاول تظبط انت الاناره بتاعتك. الايزو بقى، الايزو فاكرين لما قلت لك لما بتعليه بيعلي لك الاضاءه بس بيعمل نويز؟ ده المنظر ده اللي انت شايفه كده بالظبط. ولما بتقل فيه بص الايزو مثلا هنا على 200، يعني انا شايفه هنا كده على 50 قليل خالص، فالاناره مش كويسه. فلو جبته على 100 هتلاقيها احسن شويه. على 200 انا شايف ان هي مثلا على 200 دي الاناره المظبوطه، او ممكن تبقى 100 على حسب انت ذوقك. انا شايف ان 200 كده كويسه، عشان كده بقول لك اقعد ظبط الحاجات دي. الشطر بقى ده ما لقيتلوش قاعده، يعني الشطر سبيد زي ما انا قلت لك، انت كل ما بتعلي الشطر سبيد شايفين الاناره بتقل ازاي. فانا شايف ان انت تستخدم شطر سبيد يعني تكون كويسه الى حد ما، يعني 1/60 او 1/80 او 1/50. انا بالنسبه لي 1/50 مرضيه جدا. فكل الكلام ده كله زي ما بقول لك انت وتجربتك وحسب المشهد اللي انت بتصور عليه، ما تروحش تحفظ ارقام وخلاص، لازم تكون فاهم كل ده بيأثر في ايه وازاي اظبط العوامل دي مع بعض. الوايت بالانس بقى، لو انت مش عارف التفاصيل اللي جوه دي او مش عارف المشهد بتاعك عباره عن ايه، شايفين واحنا بنلعب كده اللون الابيض بقى لون ازرق كتير، وكده داخل على الاصفر، وكده داخل على حاجه تانية، ودي لو انت بتصور داخلي بس زي ما انتم شايفين كده اللون ما بيظبطش. فلو سبته على اوتو وايت بالانس هيديك احسن نتيجه. وكده كده برده هنعدل الوايت بالانس بتاعنا في المونتاج بتاعنا لما نيجي نعمل كارلا كوركشن. نيجي بقى للحاجه اللي بعد كده وهي الفوكس، واخر حاجه هنتكلم عنها النهارده في الاعداد قبل ما نصور الصوره بتاعتنا. في زي ما انتم شايفين كده الاوتو فوكس والمانوال فوكس. سيبك بقى من كل اللي في النص ده، خلينا نتكلم على الاوتو والمانوال. شايفين لما جبته مانوال شايفين الفوكس ايه اللي حصل، لكن لو قعدت اختلف كده بالفوكس هتلاقوا الفوكس بتاع الاوبجكت بتاعي بيختلف كده. انا الفوكس بتاعي الاوبجكت بقى اوت اوف فوكس زي ما انتم شايفين كده، بقى الفوكس حاجه تانية خالص. اما لو قعدت ازود كده شويه والعب فيه هيبدا يظبط لي الفوكس بتاعي زي ما انتم شايفين كده بالتدريج، لحد ما ظبط لي الاوبجكت بتاعي زي ما انتم شايفين كده بالاخضر بقى هو في الفوكس. طيب لو عايز ابعده كده شويه واخلي اللي بعيد ده، يعني اخلي ده كده هنا واخلي ده هنا كده، فهلاحظ ان الاتنين ان فوكس. فلو غيرت بقى كده هلاحظ ان تحت ان فوكس واللي فوق ده اللي على ايدي الشمال ده بقى اوت اوف فوكس. اما لو عكست ونزلت تاني بالفوكس بتاعي كده هلاقي ان العكس بدأ يحصل، ان العنصر القريب هو اللي بقى ان فوكس والعنصر البعيد اللي بقى اوت اوف فوكس زي ما انتم شايفين كده لو انا عكست الناحيه التانيه. فكده هو بيخلي العنصر القريب اللي في الفوكس والعنصر البعيد اللي اوت اوف فوكس. لو عملت كده يعني لو نزلت شويه بقوا من الاتنين يعني شبه ان فوكس، بعد كده في الاخر خالص هتلاقي ان اللي تحت هو اللي بقى ان فوكس واللي فوق مش في الفوكس بتاعنا، وهكذا. فعشان كده انت خليه اوتو فوكس. لو انت مش هتعرف تظبط الفوكس على نفسك وانت قاعد خليه اوتو فوكس. وزي ما انتم شايفين كده ما بيبقاش الشكل بصراحه احسن حاجه، لان بيبقى فيه الفوكس بتاعك عايم زي ما انت شايف كده، مش احسن يعني مش احسن حاجه ومش احترافي. اخر حاجه معانا هي الزوم زي ما انت شايف كده. لو جيت ضغطت على الزوم بتاعك كده هيبدا يغير لك الزوم في المشهد بتاعك، سواء بيعمل زوم ان او زوم اوت لحد ما توصل للسين بتاعك. يعني لو جينا على هنا كده وعملنا زوم ان هيبدا يعمل زوم ان للاوبجكت بتاعك زي ما انت شايف كده. بس شايفين بقى الفوكس هو ده بقى اللي انا بتكلم عليه. فعشان كده انا بحب دايما الفوكس يكون مانوال، واروح بقى انا اظبط على الاوبجكت بتاعي بالمنظر ده كده. شايفين بقت عامله ازاي دلوقتي؟ لو انا بصور صوره بقى مش فيديو هتطلع صوره
صوره احترافيه. في بعض الادوات اللي محتاج اعرفك عنها، اللي فوق ده الفلاش، واللي في الجنب على اليمين ده ان انت تقدر تغير الكاميرا بتاعتك، سواء تجيب بقى الكاميرات الخلفيه بانواعها عندك او تجيب الكاميرات الاماميه برضو بانواعها عندك لو عندك اكتر من كاميرا. فوق هنا زرار المايك، لو دوست عليه كده مش هيسجل صوت، خلاص قال لك ميكروفون اوف، ولو دوست عليه كمان تاني هفعله. عندك اللي فوق 00 ده وقت التسجيل، وعندك -4 ده وقت التسجيل بتاعك، يعني تقدر تصور ل4 ساعات بالشحن المشحون ده. وكمان جايب لك ان فتحه العدسه بتاعت الكاميرا دي 1.8 زي ما انتم شايفين كده في الجنب، وجايب لك برضو المتاح عندك 34 جيجا، عشان كده انا بحب البرنامج ده جدا. طيب لو جبنا الفوكس اوتو فوكس كده وقلنا له فوكس هنا، يعني نجرب تجربه اخيره معاك، بص هتلاقي برضو الفوكس مش احسن حاجه، حتى لو عملت كده يعني مش احسن حاجه، ولكن التجربه بتاعت المانوال هي كانت احسن حاجه زي ما انتم شايفين. عزل لي يعني عزل لي دي عن الموبايل بتاعي ان ما فيهوش فوكس خالص اهو، فانا شايف ان المانوال فوكس احسن بكتير من الاوتو فوكس. وبالتالي اقعد جرب في الاعدادات بتاعتك دي وظبطها على حسب المشهد اللي انت بتصور فيه او الصوره اللي انت بتصور فيها، سواء كان فيديو او صوره، لان الحاجات دي زي ما قلت لك مش ستاندرد، ومش هقول لك حط الارقام دي هتطلع لك احسن جوده، مفيش حد يقدر يقول كده، ولكن انت على حسب المشهد بتاعك او على حسب الاضاءه بتاعتك انت تقدر تظبط احسن اعدادات ليك لما فهمت انت خلاص دلوقتي المفاهيم دي بتعني ايه وازاي اظبطها. وبس كده، لو وصلت لنهايه الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان تكون معانا في الفيديوهات اللي جايه قدام، وكمان ما تنساش تتابعني على الفيسبوك انستجرام تويتر، الروابط كلها هتلاقيها تحت الفيديو. استناكم ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. سلام.